الله النهارده شكلي حلو قوي. بغسل ايدي كده ووشي واروح اصحي العيال. المناديل خلصت، عايزه اجيب مناديل تانية. ادم، زين. ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ سيبينا ننام شويه بقى. اصحى كده يا زين، كفايه كفايه نوم، ده احنا بقينا الساعه 12 الظهر، كفايه كده. ايه يا ماما؟ ادم لسه شويه. اصحى اصحى يا ادم. لو سبتينا شويه تاني هننام لحد الصبح. صبح ايه يا ادم؟ ما احنا الصبح اصلا، ده احنا الظهر يا ابني. قصدي يعني لبكره. لا كفايه، يلا قوموا عشان ورانا حاجات كتير وعايزين نخرج النهارده نتفسح ونشتري شويه طلبات للبيت. بسرعه قوموا. ماشي. هنزل استناكوا تحت عشان احضر لكم الفطار. انزلوا ورايا على طول، ما تنسوش تغسلوا اسنانكم ووشكوا كويس. ماشي. ماشي. يلا يا زوزو، يلا بينا يا ماما. يلا بينا. اعمل لهم فطار ايه النهارده؟ الواحد زهق بصراحه من الفطار الروتيني بتاع كل يوم. اعمل لهم بيض ولا اعمل لهم جبنه ولانشون؟ مش عارفه المواعين دي جت منين. هما صحيوا بالليل بعد ما انا نمت ولا ايه؟ ايه يا ادم؟ زين بكلمك مش بترد ليه؟ ايه يا ماما؟ امال ادم راح فين؟ هتلاقيه فوق. هو انتوا صحيتوا بعد ما انا نمت امبارح؟ لا نايم. امال الكوبايات دي جت منين؟ انا كنت بشرب ميه بس. ايه ده؟ أيوة. ايه ده؟ ازاي يا ماما؟ ايه ده؟ اجروا تحت الترابيزه، تحت الترابيزه. بس يا ماما اهدوا بس، خلينا تحت الترابيزه. اجري تحت الترابيزه عشان محمد رسول الله. ما تخافوش يا ولاد. اهدوا بس كده، اجروا تحت الترابيزه. تعالى يا ادم، تعالى جنبي هنا. ماما لا يا ماما انا خايف. اصبروا كده، اصبروا بالراحه واهدوا كده. الدنيا اتقلبت بره كده ليه؟ الناس كلها في الشارع، بس اوعوا تطلعوا. استنوا، اوعوا تطلعوا بره الترابيزه، ده زلزال. ايه ده؟ يا ربي ايه ده يا رب؟ اول مره يحصل عندنا زلزال كده. ماما ايه ده بقى يا ماما؟ انا عايزه اعرف ايه ده زلزال يا ابني، دي هزه ارضيه كده حصلت. هزه ارضيه؟ ايوه. تعالوا نشرب اي حاجه بس كده عشان انا ريقي ناشف خالص. وانا كمان ريقي ناشف. انا عاوز اشرب ميه او عصير. طيب اشرب اي حاجه، اشرب خد البيبسي دي. انا قلبي كان هيقف. افتحي يا ماما دي تقريبا كانت هزه، بس هزه خفيفه، خلي بالكم. بس لازم نراجع البيت. اطلع عايزين كده، شوف كده، بصي كده على الدنيا يا زين. افتح لي كده الاخبار دي اما اشوف ايه الدنيا. حاضر انا بقلب اهو. الحمد لله مفيش حاجه كده، بس انا سمعت صوت حاجه اتكسرت فوق. هو ايه الصوت فين ده؟ مش عارفه، انا سمعت صوت ازاز واحنا تحت الترابيزه. استنى الاخبار. يا لهوي، ده في اماكن كتير اتبهدلت. واحنا كمان اتبهدلنا. دي هزه ارضيه صعبه. اسمعوا بقى يا ولاد، انت عمال بتضحك ليه يا زين؟ اسمع كده الاخبار دي عشان نعرف نعمل ايه ونتصرف ازاي. حاضر يا ماما حاضر. طيب اتفرج بقى. يعني هو ما حصل ده ليه؟ ما انا هزه ارضيه حصلت في الارض، لازم بيحصل كده كتير، بس هي ما بتحصلش عندنا هنا في بروك هافن كتير قوي، يعني من زمان قوي حصلت، بس بقالها كتير ما حصلتش. اسمعوا بس كده بيقول ايه ده. بيقول لنا لازم نحضر الشنطه بتاعت الطوارئ. طيب لازم نجهز اي حاجه انتوا محتاجينها. مثلا انا احط في الشنطه كشاف. طيب تمام. وانت يا زين؟ بطاريات وميه. طيب ماشي. انا بص هطلع اجيب الشنطه واحط بردك انا اسعافات اوليه، وهحط بطاقه ليا انا وبابا، الصور بتاعه البطايق يعني، وهحط اشوف اكل معلب كده نحطه. صح يا ماما، وكمان هجيب اللابتوب بتاعي. لابتوب ايه يا زين؟ انت بتهزر؟ هتعمل بيه ايه؟ ما بهزرش، عشان لو نزلنا تحت الانقاض. هتعمل بيه ايه بقى تحت الانقاض؟ هلعب بيه. يا سلام. ممكن نلعب روبلوكس واحنا تحت الانقاض كمان. ده انت عايش في اللالا لاند خالص. بقولك زلزال، عارف يعني ايه زلزال؟ موضوع كبير جدا. زلزال بالمليون ريختر. انت بتهزر يا ادم. انتوا واخدين الموضوع بهزار. ده انتوا كنتوا هتموتوا من شويه، ده انتوا كنتوا مرعوبين. زلزال. يلا بقى، حطيتوا كل الحاجه؟ ايوه حطيت البطاريات. خلاص يا ادم بقى يلا. بيهز الباب ويقول اقعدوا غنوا كده وعيشوا اليوم. يلا مفيش مشكله.
يلا بينا بقى. بصوا احنا دلوقتي هنعمل تمثيلية، ماشي؟ هتطلعوا كأنكم نايمين وهنعمل تمثيلية كأن في زلزال حصل تاني عشان نعرف هنتصرف ازاي، ماشي؟ هتعملوا ان انتوا نايمين وآدم هيصحيك يا زين، تقوم اول ما يقولك يا آدم يا زين ده في زلزال، تقوم على طول تنزل تحت وتجري تحت الترابيزة على طول، ماشي؟ هتدور. سامع الكلام يا زين ولا لأ؟ سامع والله العظيم. وانت يا آدم؟ ايوه. ولا شكلكم مش فاهمين حاجة؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ وانا فاهم عشان نعلم اصحابنا كمان. وما يا ريت اصحابي لو اتفرجوا عليا ما ينسوش يعملوا لايك واشتراك للقناة، عشان في كتير بيتفرجوا على القناة وعلى الفيديوهات بتاعتنا بس ما بيعملوش اشتراك ولا شير ولا بيعملوا لنا كومنت ولا لايك. انتوا بتتفرجوا كده وخلاص. يلا يا آدم اطلعوا، يلا بسرعة بسرعة. طالع. الواحد مخضوض وخايف. يا رب انا كنت خايفة قوي على الولاد. يا ربنا. يلا آدم زين بسرعة. حاضر يا ماما انا نازل اهو. آدم ايه؟ صح اخوك بسرعة. نعم يا آدم. انزلوا في زلزال. يلا يا آدم يلا بينا بسرعة يا آدم. اجروا. انا حضرت شنطة الاسعافات. يلا تحت الطوارئ. بسرعة تحت الترابيزة. برافو انتوا كده شاطرين. ما ينفعش نجري على الشارع ابدا، ماشي؟ فيها ايه يعني لو جرينا على الشارع؟ لا ما ينفعش. الزلزال دوت بيحصل حاجة طبيعية بسبب تحركات الارض، وفي بلاد بتتعرض لها اكتر من غيرها، علشان كده مهم نعرف ان احنا ما نقفش تحت حاجة ممكن تقع، ونبعد عن الشبابيك ونستخبى تحت ترابيزة او سرير. ولازم يكون السرير ده متين جدا، ولازم نجهز شنطة الطوارئ زي ما احنا جهزناها كده بالظبط، ونحط فيها كل حاجة مهمة ممكن نستخدمها، ونهدى ونسمع تعليمات الكبار. يعني لازم تسمعوا كلامي انا وبابا. حاضر ماشي؟ حاضر. لازم ما تتصرفوش من دماغكم وتطلعوا تجروا وما تخافوش. لازم ما تخافوش ونفضل مخليين بالنا كويس قوي، ونبقى هاديين في تصرفاتنا وفي كل حاجة، ماشي؟ صراحة يا ماما انا كنت خايف، ولما اتصرفنا حسيت انها شجاعة. وانا كمان الصراحة يعني، ولما عرفنا نتصرف حسيت ان ماما بطلة بجد يا آدم. طيب انتوا اصلا كمان ابطال جدا، وكل طفل بيتفرج علينا دلوقتي لازم يكون بطل ويتعلم ازاي يحمي نفسه. لما بنقف في موقف محرج او في وقت شدة لازم نعرف نفكر هنعمل ايه الاول قبل ما نتصرف. لازم نتصرف صح. ولو عجبكم الفيديو يا حلوين ما تنسوش اللايك يا حلوين، وتشتركوا في القناة، وتسيبوا لنا في التعليقات لو حصل زلزال هتتصرفوا ازاي. يلا باي. انا بقول لكم اهو، لو حصل زلزال ما تنسوش تنزلوا تحت الترابيزة. باي. فوق كمان زين الجويمر نجم الشاشات، ملك الالعاب وحصار السفنات، ضحكة واحدة يكسر الاوقات، ويرسم في اللعب الف حكايات. صوته يسمع وسط الجبال، خطوات تهزم أشرس الرجال، يزين المشهد بألوان الكتال، وينهي الجولة بأجمل الخيال. صوته يسمع وسط الجبال.